الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فاتقوا الله أيها المسلمون. أيها الإخوة، الحمد لله الله مهدس كله إلهي غير رمضان سو غارسي. الحمد لله الله يا مهدس كله إلهي غير تمن كورنا تاميالي. الحمد لله الله يا مهدس كله إلهي غير سو غارسي طبعاً كده حياة بشهر رمضان. رمضان ما أنت وحو مرة يا أفري طبعاً دتك سيدها غيبات دواية غيب وحواي واي صومين رمضان حقيسنا واي قتين وحي الله بهنا وعبادة هين واي سمين واي ددالين واي قوليستين فهم من الفائزين إن شاء الله من صيام وصلاة وصدقة وأذكار واستغفار والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أنواع عبادات نوع كستو عبادة أي لذو يكون دالين صون هدايتهاي صلاة هدايتهاي جماعة لقدو كذا صدقة هدايتهاي استغفارته هدايتهاي البريدة هدايتهاي أذكارته هدايتهاي نبي الله صلى الله عليه وسلم قيبتها سوايد ذا شيء إلهي لو حان كبرينا إنه إلهي كأقبله قيبتها سوى حال قربا دذال كود إلهي سير لباللعبان دذال كود إلهي سير لباللعبان قيبت اللباد وقيب صونتي لكن ماشي اللي قرب يقول مقارن قابل ساكوجر واي قابيين قرآن أقرأ كذا واي قابيه صدقة هذا واي قابن تاهي استغفرت هذا واي قابن تاهي أذكرت هذا واي قابن تاهي صلي هذا واي قابيه هاي ماشي اللي قرب مقارن قيب تاسنا وحواجب كواه وقيبت أن بدن نحن أنت بدن قيبت أصلا وحواجب كواه أنت هرتي إن أنا وحوا استبق بنا إن أنا كفايدة السنة أنت هرتي إن أنا كفايدة السنة لذلك كان إن أنا سيلا واللامنا قيبت أصلا أيضا تنا واجب كواه قيبت السدحات وقيب رمضان بأنك ورهين نسأل الله العفو والعافية رمضان بأنك ورهين إنay رمضان joogaan inay شعبان joogaan iyo inay rajab joogaan ma kala garanayeen koobi 10 bilood oo Ramadan ka horeysay sida ay ku soo socdaan ay wali ku socdaan toobakeen ma leh soon ma leh salaad ma leh cibaado ma leh نسأل الله العفو والعافية qaybtaas waxa way waa qayb mahruumin ah waa qayb inkaar ay ku dhacday waa qayb la hoojay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka barinay dadkaas muslimiinta ah oo noocaas ah Allah soo hanuuni masaajidka Allah ku soo xira muslimiinta Allah ku soo xira maslaxadooda Allah tus
يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أظلك شهر الصوم بعدهم لينك يكون في الله واسي سنة كودا إلهي كسو عاسناي سنة كودا سود باباي سنة كودا عبادان كسو سعودي إله حوايا بشر رجب كسو قار إلهي عاصن من أسي وضع إله كسو قار شعبان عاصن من أسي وضع لقد أظلك شهر الصوم بعدهم بشر رمضان أكو إمادي بشر رمضان أكو سو قارتي فلا تصيره أيضا شهر عصياني رمضان هكي يلن بالإله الوعاسي بالعاسي هكذا بشان توبة ضوايا وبش الحريص إلهي للرأسناي وبش دمدافك للرأسناي وبش إلهي لقبرياي إنه نارت إلهي لقحرين واتلو القرآن قرآن كأخري وصبح فيه مجتهدا تسبيح ساعة ذكرت كد ذال عبادة كد ذال فإنه شهر تسبيح وقرآني بش قرآن كواي بش تسبيح دواي بش أذكار دواي بش عبادة دواي أيها الإخوة نبينا صلى الله عليه وسلم طبعا كان لها يوم اعتكافي أصغر هذه ليلة القدر هذه أيوة طبعا كان لها اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم مركز الله شيء ربنا وشيء سبحانه وتعالى ليلة القدر وكادم بيسا ليلة القدر وكادم بيسا طبعا قدام باي كجرتا يا الله شيء النبي صلى الله عليه وسلم مركز وحب الله بي إلى اعتكاف طبعا قدام بيسا رمضان إلى أسكتك أدوك أسكتك النبي صلى الله عليه وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم وحوص صومي أنت صومك الواجب يالي سقال صون أيوة النبي صومي صلى الله عليه وسلم أنت صومك الواجب يالي أنت سبذا وحواي النبي مسيته اعتكاف صلى الله عليه وسلم مرنا اعتكافك كمتجن مرك قدام بيسنا طبعا قدام با أيوة كنت دالي النبي صلى الله عليه وسلم أصور هذا ليلة القدر هذا أيها الأخوة طبعا كان لها وطبعا بركة سوي وحال هذا وطبعا قد مداف أول الرحمة طبعا كون رئيس وانا حريصة سودي وأسده مغفرة طبعا كان دحنا ودي مداف وآخره عتق من النار طبعا النار تابلس كحرينا يا طبعا كان لها مسلمين توحي ولادي تاريخ قونه مسلمين توحي ولادي حصوص قونه وحي أبدا أو قرقار أو إلهي أو قرقاري مسلمين تا نبي قال لك صلى حجية على مر العصور قرقار فربضا أو تاريخ تلقوا حصو أيام حوايا إلهي الإسلام كل عزي طبعا كان لها وحاك مده دقالك بدر دقالك بدر أويناي رمضان طويل تضبا أيوة دعي دقالك بدر مسلمين زي ما أنت أيضا 17 رمضان بشهر رمضان 8 تضبا يا يهد دقال كاس غزوة البدر الكبرى أسباب تسعة وحير ظل مرنا دقال كاس وحود عي سنة كلمات هجرية النبي صلى الله عليه وسلم أصل كسرنا وحو كب الله دي سفر قريش أي ليلة هاي أو شام كإمادي أصحابتي النبي صلى الله عليه وسلم واتاي مكة كسو هاجرين أو المدينة وسو هاجرين xoolahooda waa ka soo tageen guryahooda waa ka soo tageen dadkooda waa ka soo tageen qaraabadooda waa ka soo tageen madiina ay u soo haajireen ayagoo diintooda la cararayeen ayagoo madiina jooga
ayaa waxaa soo gaartay nabiga sala allahu alayhi wasalam safar quraysh ay leedahay oo aad u fara badan oo shaam ka imaaday oo maka u socdo yaa nabiga soo gaartay sala allahu alayhi wasalam ilaahay baa nabiga amar siiyey subxaanahu wa tacaala waxaa nabiga amar lagu siiyey safarkaas inay soo qaniimaystaan maadaama maartay meesha dagaal ay tahay been alkufaar waalmuslimiin waxaa weeye xoolooda qaniimo waaye safarkaa in la soo qaniimaysta ayuu ilaahay u sheegay subxaanahu wa tacaala nabigiisa nabiga asxaabta u sheegay 312 asxaabtee ayaa baxday ayadoo loo socdo safarkaas in la soo qaniimaysta loo socdo safarka waxaa hogaaminayay abu sufyaan ayaa hogaaminayay waa nin madax ah waa quraysh madaxdeeda ayuu ka mid yahay abu sufyaan nin caqli badan ayuu ahay nin waxaas aad iyo aad maarta waxaa waaye u digtoon safarkii wuxuu ku sameeyey waddada laga sugay maahane waddo kale ayuu qaadsiiyey safarka waddada laga sugay maahane waddo kale ayuu qaadsiiyey safarkii waa la waayey weliba wuxuu sameeyey markaas ogaaday nabiga iyo asxaabta inay soo baxeen oo safarka ay raadinayaan markaas ogaaday wuxuu sameeyey qaylidhaan ayuu wuxuu u diray quraysh oo maka joogto qaylo u diray safarkii waa la dhacayaa maxamed iyo asxaabtiisa dhacaya hanala soo gaara markaasaa waxaa waaye waxaa soo baxday rag kun gaaraya oo 100 faras oo dagaalyahan wataan commandos 700 oo or wataan yaa soo baxeen nabiga asxaabtan meeqa waaya waxaa waaye maartay waxaa waaya waa 300 iyo maartay waxaa waaya iyo 12 nabiga asxaabta sallallahu alayhi wasallam 312 waay nimankaana waa kun waay waa la soo baxay nabiga asxaabtiisa waxay wataan 2 faras iyo 70 awr nimankaana waxay wataan 100 faras iyo 700 awr oo lagu dagaalamayo nabiga sallallahu alayhi wasallam waa soo baxay wuxuu imaaday meeshaan badar oo biyo meesha marka biyo laga cabayo oo biyo qabta ayuu imaaday wuxuu ogaaday safarkii inaas maartay waddada ka leexday iyo nabiga ogaaday sallallahu alayhi wasallam asxaabtoo la tashaday wuxuu yidhi safarkii meesha waa ka leexday safarka lama hayo qurayshna waa soo baxday dagaal ay doonaysaa maxaa samaynaa asxaabtoo la tashaday nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa hadlay muhaajiriin 313 7 muhaajiriin inta kale waa ansaar المقداد بن أوس أو مهاجرين أيها اللي وهو النبي إلهي ما دام أصوبحني هدف كان السفر كأسا سفر كان أولني وليس هذا يصوبح دي دقال أي دونيسا كعر المسيح ولا دقال مينا له قامي كلهم مينا مارت سيدي أي نو موسى بنو إسرائيل سي نو موسى إذا أكلكم مدهن اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد إيمان يمر waxaan ku leenahay maarta nabaxay adiga rabbigaada nabaxaya waxa way anagana maarta garabkiina aan dagaalamaynaa macina dagaalamaynaa hadana waxa hadlay maarta waxa hadlay Sa'd ibn Mu'adh oo asana ansar ay hadlay tabtoo sheegay asagana wuxuu anaga nabiga ilaahayow aniga waabna la garanaya waxaan aan dad sabar badan waxaan aan dad dagaal badan meel kastoo gashi waa kula galaynaa wuxuu maarta wax Allah ta'ala si ilaahay asku fara adagna raali ku tahay aan ku soconayna go'aan waxa lagu gaaray dagaalka in la gala go'aan lagu gaaray in la dagaal ma go'aan lagu gaaray waa 312 ruux waay kuwana waa kun meesha la isku imaaday dagaalka bilowday waa la dagaalamay dagaalka daas bilowday ilaahay guush wuxuu siiyay muslimiinta ayaa ilaahay guush siiyay laakiin quraysh garabkooda laga baxay malaa'igtii dagaalantay malaa'igtii soo degtay أصحابته إلهي سبحانه وتعالى أود عز إشرف هيبة إلهي سي وهاي قالت دقالك هو قصة دمالي قال له هواي إن لقدله طلباتا إن لقدله واللباتني أفر أي ملحيين أفر اللباتن ملحد وين ذواي طلباتا ولا سوقفتي ولا سوق فاش دقالك سيدي وكل دمالي مركب مالنتان ومال حسوس وين اللي هو 10 كان
xasuus weyn ee muslimiinta u leedahay fadli dheeraad ay u leedahay waxaa waaye maaragtay in laga sheekeeya oo la xasuusta waa waajibna saaran waaye ayuha alikhwa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa sidoo ramadaan noo soo gaarsiiyey sidoo 10 hor loogu taam yeelay in waxaa waaye inta dhimanna ilaahay subxaana wa tacaala camalkii aan samaynay ilaahay naga aqbala intaan dhimanna ilaahay noo taam yeela inuu ilaahay noo taam yeela oo magaa nabadgelyo iyo khayr iyo buraaqo iyo bashbash iyo madar iyo maartay cumri wanaagsan oo saalixe inuu ilaahay nooga taam yeela ayaa rabbigeena ka baryaynaa alaa sallu wa sallimu ala nabiy albashir faqad amarakum lahu dhalika fi kitabi faqala azza wa jal inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وعن المسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهد واصلح واحفظ اولادنا واولاد المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين ونساءنا ونساء المسلمين يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين يا من بيده ملكوت كل شيء يا من يجير ولا يجار عليه اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسل الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسل الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسل عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت يا ذا الجلال والاكرام اللهم اسقنا غيثا مقيثا هنيئا مريئا سحا عاما طلقا مجللا دائما الى يوم الدين اجلا غير اجل اجلا غير اجل اجلا غير اجل يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ولا تجعلنا من القانطين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه.